السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم طاجن مكرونة بالسوسيز. طبعا ده كان من ضمن المنتجات اللي أنا اشتريتها قبل ما أسافر المصيف، يعني في الفيديوهات اللي أنا نزلتها قبل كده. وبصراحة يعني ايه، أنا أول مرة أجرب المنتج ده. وبرضو الجبنة الموتزاريلا برضو، يعني انا لما روحت اشتري لانشون وجبن وكده، فلقيت في التلاجة بتاعة السوبر ماركت لقيت الجبنة دي. اسمها تشيز لاند. دي انا اول مرة بصراحة كنت اشوفها. هو شكل الكيس اغراني بصراحة، ولما سألت لقيتها ب85 جنيه. فسعرها والكيس اغراني، فقلت ايه، طب ما اجربها يعني اشوفها هتطلع حلوة زي الجبنة اللي انا بجيبها ولا لا. برضو اول مره برضو اجرب منتج فنجاري، برضو يعني شدني برضو نفس الشيء. انا من النوع لما باجي اشتري حاجه يعني بيشدني شكلها الاول، وبقول اجربها، عجبتني بجيب منها، ما عجبتنيش خلاص. فانا اول مره بصراحه اجرب السوسيز كمان. يعني انا اصلا من الناس اللي انا يعني ما بفكرش ان انا اشتريه، ولا يعني اعمله قبل كده. لا انا ولا ماما لينا تقل عليه قوي يعني. بس هو زي ما قلت لكم حبيت ان انا ايه اجربه. كنت طبعا جايباه من ضمن الحاجه اللي كنت هاخدها معايا المصيف، وبعدين سبته وما اخدتوش. هنا بقى طبعا طقت في دماغي ان انا ايه اعمل بيه طاجن مكرونه في الفرن. هنا زي ما انتوا شفتوا كده كنت جايبه حله على النار، حطيت فيها ميه وملح، وده كان فيها حوالي اقل من كيلو مكرونه. وبدأت بقى طبعا ان انا ايه اقطع السوسيز. طبعا انا مش هاخد الكيس كله، انا هاخد كام قطعة بس كده على قد الطاجن، والباقي هشيله هبقى اعمل بيه وصفة تانية يعني. طبعا انا لسه مش في دماغي انا هعمل ايه بقية الكيس. انا زي ما قلت لكم انا اول مرة بصراحة اجرب السوسيز، لان لا انا ولا ماما بيبقى لينا تقل عليه قوي، ولا هو ولا السجق ولا كده. يعني من الحاجات اللي احنا مش بنحب يعني ايه نجيبها بكترة يعني. السجق ممكن من وقت للتاني ممكن اجيبه، بس على فترات متباعدة. انما السوسيس لا، يعني من زمان بصراحة ما جربتوش خالص. فقلت اجربه لو عجبني يعني هكرر التجربة تاني يعني، واعمل بيه وصفات تانية بإذن الله. فهنا بقى طبعا لما بدأ ان هو يفك بقى معايا شوية، بدأت بقى ان انا ايه اقطعه. طبعا انا كنت جايبه السوسيس ده الكيس مش فاكره 120 او ب 130، مش فاكره بصراحه للامانه يعني. عشان زي ما قلت لكم انا جايباه من حوالي اسبوعين، يعني من قبل ما اروح المصيف وكده. فانا مش متذكره بالظبط، بس هو كان فوق ال 100 جنيه، يا تقريبا يا 120 يا 130، مش فاكره بالظبط يعني. هنا بقى طبعا هبدأ ان انا اقطعه كده طرنشات رفيعة. طبعا انا هعمله زي ما بعمل بالظبط العصاج بتاع اللحمة او الفراخ اللي احنا بنعمله. بس الفرق ان انا مش هسيبه يستوي كتير، يعني انا بس ايه هقلبه كده على النار وخلاص يعني. مش هسيبه ان هو يستوي، لان هو اصلا تقريبا يعني يعتبر نص سوا يعني، مش محتاج ان هو ياخد وقت كبير على النار وكده. هنا بقى طبعا جبت طاسة حطيت فيها معلقة سمنة، حابة تحطي زبدة او زيت برضو براحتك. وهبدأ بقى هستنى كده السمنة لما تسخن. هنا بقى كنت قطعت البصل قطع صغيرة خالص، وهبدأ بقى ان انا انزل بالبصل على السمنة دي. طبعا لو انتي مش حابة تعملي كده وحابة تشوي السوسيس بس كده على الجريلا وتقطعيه وتحطيه تمام، بس لما تعمليه بالطريقة دي بصراحة بيدي طعم احلى يعني، وهو جوه المكرونة يعني. هنا بقى طبعا نزلت بالبصل، كان معايا بصلايه كده متوسطه، قطعتها قطع صغيره. حابه تقطعيها طرنشات برضو براحتك زي ما تحبي، بس انا عموما في العصاج بحب ان انا ايه اقطع البصل قطع صغيره. هنا انا اللي كنت مقطعاه ما بشرتهاش بصراحه، بحب ان انا اقطع البصل بايدي يعني. هنا بقى انا مش عايزه البصله تحمر معايا ولا اي حاجه، انا بس مجرد ان انا هقلبها بس كده لحد ما تدبل بس مش اكتر. وهنا بقى على البصلة ما دبلت كنت قطعت قرنين شطة، واحد احمر واحد اخضر. طبعا حامي، انت بقى حابة تقطعي بارد براحتك. وقطعت قوطية صغيرة، برضو لو انت مش حابة قوطة برضو براحتك، بس القوطة هنا هتدي نكهة حلوة. وطبعا لو انت عايزة تستبدلي القوطة بمعلقة صلصة، او مثلا تبشري القوطة برضو براحتك. بس انا ما كنتش عايزة فيها صلصة كتير يعني وكده، فاستكفيت بقوطية صغيرة كده، قطعتها يعني قطع صغيرة.
هنا بقى هبدأ ان انا اشوح السوسيس في قلب البصل، ان هما بس كده ايه يعني ياخدوا كده من طعم بعض، بس مش اكتر من كده يعني. مش هسيبهم ان هما يستووا على النار فترة طويلة. عايزه اقول لكم لما بدات ان انا اشوحه بصراحه في البصل، ريحته كانت جميله جدا، ولا عجبني بصراحه يعني. حسيت ان ريحته حلوه، حتى اخدت قطعه برضو ودقتها، لا حسيت بصراحه طعمه جميل جدا يعني. وهو بصراحه يعني صينيه المكرونه طلعت جميله جدا بيه. انا اول مره اعملها بيه، انا بعملها يا اما باللحمه او بالفراخ، واحيانا بعملها بالكبد والقوانص، بتبقى تحفه. فاول مره بصراحه اجربها بالسوسيز. هنا بقى نزلت بحبه فلفل اسود كده. طبعا انا هنا ما حطيتش اي حاجه على العصاج ده غير فلفل اسود بس، عشان تحسي بطعم الحاجه. اللحوم عموما او الفراخ لما تيجي تعمليها يعني يفضل ان انت تحطي فلفل اسود بس. اه طبعا بحط بهارات يعني في اوقات كتيره، بس احيانا كده بحس ان انا ايه مش عايزه احط الا فلفل بس، عشان احس بطعم الحاجه يعني. هنا بقى نزلت بالشطه والقوطه، وهبدا بقى ان انا ايه اقلبهم بقى كده مع بعض. بس كده مش هعمل اي حاجة تاني، هقلبهم كده تقلبتين كده مع بعض بحيث انهم يمتزجوا كلهم سوا. وهحط بقى بعد كده حبة ملح، وهزود برضو حبة فلفل تاني، لان انا بحب الفلفل الاسود بصراحة يكون زيادة في العصاج عموما يعني. وخصوصا لما ابقى حاطه شطه حراقه، بتحسي ده مع الفلفل الاسود بيديكي يعني حرقان اكتر للناس اللي هي بتحب الحاجه الحراقه المشطشطه يعني. فهنا بقى طبعا نزلت بشوية ملح، وهرجع احط حبة فلفل صغيرين برضو تاني، وهقلبهم بقى كلهم وكده خلاص بقى. مش حابة تحطي فلفل طبعا تاني، ده اختياري براحتك. حابة تحطي توابل وبهارات برضو براحتك، الطريقة اللي انت تحبيها. كل واحد بيعمل الحاجة اللي هو بيبقى حاببها ومرتاح فيها يعني. بس كده خلاص، انا مش هعمل اي حاجة تاني. قلبتها بقى كده وهسيبها بقى ايه تبرد بقى، واشوف بقى ايه هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده. عايزه اقول لكم ريحتها كانت تحفه. يعني انت كمان ممكن تعملي الطريقه دي لو هتعملي مكرونه بالصوص الابيض وعايزه ترشيها عليه، تعملي مثلا مكرونه بصلصه مثلا معاها وتحطي عليها السوسيز. يعني بصراحه هو ريحته وطعمه كان حلو قوي، وهو يتاكل كده لوحده من غير ما يتحط في اي حاجه. هنا بقى طبعا انا لما باجي اعمل البشاميل يعني بحب قوي ان انا الاول اقلب البشاميل على البارد. يعني بجيب مثلا اللبن، هنا انا كان عندي ده اقل من كيلو لبن، كان عندي نص كيلو، وكان عندي حبة لبن في كوباية كنت شايلاهم في الفريزر. يعني مثلا لما يكون عندي لبن ويتبقى حبة، باجي حطاهم مثلا في كوباية في قلب الفريزر. بينفعوا في اي حاجة يعني بعد كده. فانا هنا خدت كوباية اللبن دي على نص كيلو. طبعا طب انا ليه مثلا ما حطيتش كيلو لبن مبدئيا؟ ان انا الكميه بتاعه البشاميل اللي انا عايزاها مش عايزه كميه كبيره. تاني حاجه كمان انا بحب قوي ازود شوربه في البشاميل، بيديها نكهه وطعم حلو قوي. فانا ما بهتمش قوي بان اللبن يكون اكتر. فبحط كيلو لبن لما بكون مثلا بعمل صينيتين مكرونه، او بعمل مثلا معاها كوسه بالبشاميل، ساعتها بستخدم كيلو لبن. فانا المره دي اكتفيت بنص كيلو لبن والكوبايه اللي كانوا ايه موجوده عندي وكده. طبعا هنا بقى الناس اللي البشاميل اللي بيكلكع معاهم او عندهم مشكله في عمايله، لو انتي قلبتي الدقيق على اللبن على البارد قبل ما تحطيه على النار، او مثلا ضربتيهم في الخلاط، الموضوع بيبقى بالنسبه لك سهل جدا جدا وجميل، والبشاميل عمره ما هيكلكع معاكي. اهم شيء ان اللبن يكون بارد. لو عملتي واللبن سخن الدقيق هيكلكع معاكي، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. فاسهل حاجه تحطي الدقيق على اللبن وتدوبيهم مع بعض. هنا انا كنت مستخدمه حوالي 3 معالق ونص دقيق، لان برضو انا زي ما قلت لكم انا مش عامله كميه كبيره، انا عامله على قد صينيه المكرونه بس. هنا بقى طبعا هحط معلقه سمنه كبيره او ازيد طبعا براحتك زي ما تحبي. انا هنا حاطه معلقه سمنه كبيره، هبدا ان انا اسيحها على النار، وبعد كده هنزل فيها بالخليط اللي انا ضربته بالمضرب يعني. وهنا بقى طبعا هنبدا ان احنا ايه نهدي بقى البوتاجاز. طبعا السمنه اللي مترقمه على الوش دي هي هتدوب دلوقتي لما البشاميل يبدا يدخل. فهنا كميه السمنه مش كتيره ولا حاجه، ده طبيعي عشان انا قلبت الدقيق على اللبن.
انما لو انت بقى حابه تحمري مثلا او تشوحي الدقيق في السمنه، هو كده كده اساسا هيتشرب كل ايه كميه السمنه. ولكن يعني الناس اللي مش متمكنه قوي في البشاميل ممكن يكلكع معاهم. هنا بقى طبعا لما البشاميل بدأ ان هو يحسيت ان قوامه بدأ يتقل، نزلت بقى بكوبايه شوربه لحمه. حابه تحطي شوربه فراخ بتبقى احلى بكتير على فكره، او بالذات بقى لو شوربه بط كده ودسمه، بتدي بصراحه البشاميل نكهه حلوه جدا. بس كده هبدأ بقى ان انا اقلب فيه، ولو تاخدوا بالكوا اهو يعني ما شاء الله ما كلكعش معايا نهائي. يعني انا بحب جدا الخطوه دي، عكس لما تقلبي الدقيق في السمنه لما بتيجي تحطي اللبن طبيعي بيكلكع، فبتقعدي تاخدي وقت على ما تفككيه من بعضه. انما الطريقه دي سهله قوي، والمبتدئين اللي هم عمرهم ما عملوا مثلا بشاميل قبل كده واول مره عايزين يعملوه ويجربوا، هيحسوا ان الطريقه دي اسهل بكتير ومش هتاخد معاهم وقت خالص. هنا بقى طبعا كنت حطيت شوربة دجاج برضو بتدي برضو نكهة، عايزة تحطيها بودر براحتك، مش عايزة تحطي وتستغني عن الخطوة دي براحتك برضو. ومش هحط هنا الا برضو حبة فلفل اسود بس. في ناس بيضيفوا جوز الطيب بس انا مش ما بحبش بصراحة عموما استخدمها يعني في الاكل قوي. فانا حطيت برضو فلفل اسود بس، مش هحط اي حاجة تاني اكتر من كده، غير بقى شوية جبن كده يعني شوية جبنة موتزاريلا بس كده في الاخر وخلاص يعني. هنا بقى خلاص كان بدأت بقى انها ايه، القوام بقى بتاعها بدأ ان هو يتقل معايا. طبعا انا مش عايزاها تقيلة، انا حابة ان انا البشاميل يكون خفيف. انتي بقى لو حابة اتقل من كده وحسيت ان البشاميل خف معاكي، دوبي معلقتين دقيق في مية. اهم حاجة اكنك زي ما بتعملي نشا كده بتدوبيه في مية او في لبن للرز بلبن، دوبيهم في ميه وبعد كده انزلي بيهم على الخليط ده هيتقل معاكي. ده لو انت حباه. طب لو هو طلع تقيل معاكي زودي شوربه او لبن، وارجعي ايه افضلي قلبي فيه لحد ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه. هنا بقى كنت رحت بقى اجيب حبه جبنه موتزاريلا. طبعا لو انت ما عندكيش ممكن تحطي جبنه مثلثات او اي نوع جبنه عندك في التلاجة. اي جبنه انت هتحطيها هتدي نكهه حلوه جدا للبشاميل، وهتحسي ان البشاميل واخد من طعم الجبنه. هو بصراحه الجبنه دي يعني عيبها انها ما مطتش، يعني النوع ده ما فيش مطه نهائي. يمكن انا متعوده دايما بجيب جبنه الحمد، بصراحه الموتزاريلا بتاعتهم بتبقى حلوه قوي، فبتديكي مطه كده وانتي بتقلبي البشاميل. يعني انا هنا كنت بحاول اقلب وارفع، عايزه حتى اشوف مطه، لا هي بصراحه عيبها انها ما فيهاش مطه قوي. فطبعا احنا كلنا كده كده اصلا عارفين ان الجبنه الموتزاريلا اساسا لما الحاجه بتبرد مش بتمط، بس على الاقل وهي سخنه بتديكي مطه. لا انا بصراحه ما شفتهاش في الجبنه دي، بس طعمها حلو يعني هي ادت طعم جميل للبشاميل، انما كمطه لا. هنا بقى طبعا كانت خلاص بدأ بقى البشاميل بقى يعمل فقاعات كده كده، لما بيعمل كده بعرف ان هو كده خلاص استوى معايا. هطفي بقى عليه البوتاجاز وهسيبه يبرد، وبعد كده ابدأ ان احنا ايه اجهز بقى لصينيه المكرونه. طبعا في ناس بيحبوا ان هم يحطوا في المكرونه بيض، انا ما بحبش بصراحه احط البيض بصراحه في المكرونه. بحب ان انا احط جبن افضل يعني، حتى برضو على وش المكرونه انا مش بحط بيض، بستبدلها بجبنه موتزاريلا او ميكس جبن. هنا بقى طبعا حطيت حبه من البشاميل على المكرونه، وهبدأ بقى طبعا ان انا ايه اقلبهم بقى مع بعض كده لحد ما المكرونه تتشرب معايا من البشاميل. طبعا انا حسيت هنا ان البشاميل كان قليل وانا بقلبه، فهاخد كمان حبة. انا اللي يهمني ان البشاميل نفسه جوه المكرونة يكون يعني المكرونة متشربة منه، ده اهم شيء. الوش بالنسبة لي مش هيفرق كتير قوي، لان كده كده انا بحط جبن على الوش، فهي بتعوض البشاميل الى حد ما. انما اهم شيء عندي هي كمية البشاميل اللي انا بحطها في قلب المكرونة وانا بقلبها. طبعا لو انت حابه تزودي كميه البشاميل اكتر من كده هتزودي اللبن وهتزودي الدقيق. انا يعتبر يعني ازيد من نص كيلو لبن خدت 3 معالق ونص دقيق. وانتوا برضو يعني لو عديتوا ورايا، عشان انا دايما بسجل الفيديو بعد ما بعمله، فاحيانا مش ببقى فاكره بالتفاصيل انا حاطه كام معلقه. بس يعني لو انتوا عديتوا ورايا المعلقه هتعرفوا اذا كنت حطيت 3 معالق ونص ولا 4، أنا مش فاكره قوي يعني. هنا بقى جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها، وبدات بقى ان انا ايه احط فيها معلقه سمنه وادهن يعني الصينيه وكده.
لو انت مش حابة تحطي سمنة ممكن تحطي حبة بشاميل في القاع بتاع الصينية، برضو هتديكي نتيجة برضو جميلة جدا يعني. بس انا دايما بفضل السمنة اكتر يعني. هنا بقى هبدأ اقسم طبعا كمية المكرونة اللي انا عملتها، هاخد يعني اكتر من نص الكمية في القاع. وده اهم، لان القاع بالنسبة لي بحب المكرونة تكون فيه اكتر، علشان العصاج اللي انا هحطه في النص ما ينزلش في قاع الصينية ويتحرق. فاهم شيء تتوصي شوية بالايه، بالمكرونة اللي انت بتحطيها في القاع. في ناس طبعا مش بيحطوا العصاج في النص، ممكن تلاقيهم يقلبوا العصاج على المكرونة كلها كده في قلب بعضها ويحطوها في الصينية، برضو بتبقى حلوة جدا. يعني براحتك بقى انت الرصة دي، الطريقة اللي انت بتحبيها رصيها بقى براحتك. هنا بقى خلاص انا كده حطيت السوسيز اللي انا عملته كله، وهبدأ بقى ان انا ايه اظبطه بقى كده في الصينية، بحيث ان هو يكون موجود في النص وما يبقاش يعني موجود على الطروف اكتر، علشان ما يتحرقش معايا لما يدخل الفرن. عايزه اقول لكم والله، يعني للامانه يعني هي طلعت حلوه يعني، كان من وجهه نظري بصراحه، وكل اللي دقها عجبته جدا بصراحه، وكانت جميله بصراحه يعني، وفعلا السوسيس اداها نكهه حلوه قوي يعني. هنا بقى هجيب حبه المكرونه اللي اتبقوا، وهبدا بقى ان انا اوزعهم على الوش، بحيث ان انا ايه اغطي الطبقه اللي انا بتاعه العصاج اللي انا حطيتها. اتمنى بقى لو وصلتوا لحد هنا، اتمنى انكم اللي يعجبه الفكره يعني، او اللي يعجبه الوصفه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا كلنا شاطرين، وكله يعني كل واحد بيعمل في البيت بتاعه احسن حاجه اكيد طبعا. وانا مش بعمل اختراع يعني، انا اكيد في ناس عملوها قبل كده كتير يعني، بس انا بتكلم كبالنسبه لي انا اول مره بصراحه اجرب المكرونه بالسوسيز. هنا بقى هنزل بالبشاميل، بس طبعا ما نزلتش بالكميه كلها، سبت حبه يعني ما كنتش محتاجه لهم قوي. هنا بقى بصي سمك البشاميل هنا بقى لما بيبقى ايه خفيف، بيبقى بصراحة اجمل بكتير لما يبقى تقيل كده ومكلكع قوي يعني. هنا بقى طبعا هبدأ ان انا اساوي البشاميل في على وش الصينية. وزي ما قلت لكم طبعا انا مش هحط بيض ولا اي حاجة، انا كل اللي انا هعمله ان انا هحط ايه جبنة موتزاريلا من اللي موجودة عندي. حابة تحط بيض مفيش اي مشكلة، بس طبعا لو هتحطي بيض على الوش يفضل ان انتي تحطي عليها حبة فلفل اسود، علشان الزفارة يعني بتاعة البيض ما تبقاش ايه ظاهرة قوي في وش في المكرونة عموما يعني. بس والله جربيها من غير بيض، الناس اللي هي بتحب تعملها من غير بيض جميلة جدا. انا بعامل هنا بقى الجبنة الموتزاريلا معاملة البيض، بدل ما ادتنيش مطة خلاص بقى قلت ايه انا هحطها على الوش انها تدي لون بس وخلاص بالنسبة لي يعني. وهي فعلا صراحة ما مطتش نهائي، ولا وهي سخنة ولا وهي باردة بصراحة، بس ادى الطعم حلو. فانا مش ندمان على التجربه يعني، هي كانت مره وعدت. هنا بقى طبعا انا بحب ايه ازود الجبنه شويه واوزعها، عشان دي اللي بتديني لون ذهبي بقى في الاخر. طبعا هنا بقى كنت مسخنه الفرن، انا هحط في فرن البوتاجاز العادي مش في الفرن الكهرباء. انت لو هتشغلي فرن الكهرباء هتولعي فوق وتحت. انما انا بحب قوي اسوي المكرونه في الفرن البوتاجاز يعني. طبعا بحط الصينيه من تحت الاول، لما احس انها احمرت ببدا ان انا ارفعها في الشوايه. عايزه اقول لكم انا ما شغلتش الشوايه اساسا، هي ما شاء الله احمرت تلقائي لوحدها. هنا بقى طبعا كنت لسه طالعه حالا وكانت سخنه، هسيبها بقى اما تبرد شويه وابدا ان انا هقطعها واوريها لكم. اتمنى الفيديو لو عجبكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله باذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.